ألف مبروك على الحمل الجديد. هتاخد العلاج ده والمدام تعمل التحاليل دي، وإن شاء الله 10 أيام بص عليها تاني. لو بترجعي وحامل جديد خليكي معايا هقولك تعملي ايه. أنا دكتور أحمد بدر الدين. بعد الألف مبروك والأخبار السعيدة بالحمل الجديد وبصيتك لصورك انت وجوزك والحيرة البيبي ده هياخد ايه منكم؟ مناخيرك ولا مناخيره؟ عينيكي ولا عينيه؟ ولا عين جارتك اللي دايما بص عليكم؟ هيقطع صوتك العميقة وسرحانك في سقف الأوضة مرة واحدة، قرفة وغممان نفس جت من حيث لا تحتسبي. وطبعا زي ما كله بيقول ان انا هطمنك واقولك ان دي حاجات طبيعية وانت حامل، ودي حاجات بتعدي مع الوقت، ولكن انت تعبانه جدا وانا حاسس بيكي وعارف ان الشهور دي صعبه عليكي. فسيبي كل اللي تعرفيه على جنب وركزي معايا، عشان انا جاي وقسمت لك علاج القيء والغثيان مع الحمل ل3 مراحل مهمين. هنبدا باول مرحله. اول مرحله دي هنركز فيها على اكلك. ابداي يومك ببسكوته مملحه وانت على السرير. اكلك يكون من غير شطه ومن غير ملح، اكلك يكون ما فيهوش دهون، واهم حاجه اكلك يكون متقسم على وجبات كتير من اول 6 وجبات وطالع. انما تكبسي على نفسك وتخلصي طبقك وانت قاعده، صدقيني الاكل ده مش هيكمل ساعه معاكي. بس كده لا، فاضل نقطة واحدة مش أساسية، ودي جبتها من الجماعة الخواجات. عايزك تجربيها بس تقولي لي رأيك. أصحابنا الجماعة الإنجليز ليهم مدرسة خاصة بيهم في موضوع القيء والغثيان مع الحمل. المدرسة الإنجليزية اللي أنا بحبها وبنتمي ليها، وفعلا براجع كل الكلام اللي بيقولوه. هم قالوا إن الجنزبيل بيساعد على ضياع الغثيان مع الحمل، فلو عندك جنزبيل جربيه. دي كانت أول مرحلة. تاني مرحلة هنتكلم فيها. بنبدأ فيها امتى؟ أول حاجة لو بترجعي أكتر من مرة في اليوم وعملتي كل اللي أنا قلته في أول مرحلة وبرضه لسه في غثيان وترجيع، ساعتها هندخل أول خط دفاعي في المرحلة التانية، وهي بعض العلاجات. الدواء اللي بنستخدمه ده هو اسمه الميكليزين، بيتاخد قبل النوم. في الحقيقة الدواء ده مش بيوقف الترجيع زي الأدوية العادية، ولكن هو مضاد للحساسية وبيعمل شوية دوخة، فلما تدوخي ما ترجعيش. وهي دي طريقة شغله، فعلا بيجيب نتائج حلوة جدا في استخدامه. وده بيثبت اكتر ان الترجيع ليه علاقة بالعامل النفسي اكتر من سبب عضوي موجود عندك. لو كل ده ما جابش معاكي نتيجة هنخش في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة ليها عنوان مميز جدا: غيري العتبة. المرحلة دي بيكون القيء مستمر وشديد ومفيش اي استجابة للعلاجات اللي احنا قلناها قبل كده، فهتغيري عتبتك ازاي عشان توقفي القيء والترجيع؟ في المرحلة الثالثة هنعمل حاجة من اتنين. أول حاجة فيهم هتقومي تلمي هدومك وتروحي لمامتك، وأنا بوعدك إن القيء والغثيان هيبدأ يقل تدريجيا. الحاجة التانية اللي هتعمليها لو القيء ده بدأ يأثر على صحتك ووزنك نزل عن معدل الطبيعي ما يعادل 5% من وزنك، ومهما خدت علاجات مش بيقف، ده تروحي فيه المستشفى، وده تاني تغيير للعتبة بتاعت بيتك. انا عايز اقولك ان القيء والغثيان بيبدا يزيد من اول الاسبوع العاشر لحد الاسبوع ال12، وبيوصل لاعلى مرحله فيه عند الاسبوع ال12. بعدها بيبدا الشعور ده يقل والاحساس اللي عندك يقل. دي فتره كافيه لجوزك ان هو يخلص كام لعبه بلاي ستيشن وانت تكوني فكرتي في اسم النونو، لو ولد او بنت، لانك هتعرفيه في الرابع. كده خلصت. شكرا ليكي.